يا جماعه نسمع، يا جماعه في احصائيات مهمه جدا هتتقال لو سمحتوا اسمعوها بالنسبه لعدد الاهداف والانذارات والحاجات، حاجات هتفيدكم جدا وهتدي انطباع عن البطوله. فلحد ساعة لعبنا الحمد لله 18 مباراة في الدور الأول في كل الأفواج. عدد الأهداف المسجلة 45 هدف، يعني بمعدل 2.5 في كل مباراة، وهذا عدد معتبر جدا. ترتيب هدافي البطولة: أول هداف هو محمد فوزير من نادي اتحاد الفتح، يتبع بلامين داكيتي من نفس النادي بهدفين، وأنيس بدري من الترجي بهدفين، وعمرو محمد بركات من النادي الأهلي بهدفين. نتمنى أنه إن شاء الله في المباريات المقبلة نشوف أهداف أيضا كثيرة. عدد الكروت الصفراء في المباريات 78، وهذا كثير لأنه معدل الكرة الصفراء 4.5، وهذا كثير. نتمنى أنه في المباراة المقبلة يكون اللعب أحسن ويكون أكثر فير بلاي. عدد الكروت الحمراء اللي الطرد المباشر كان عددها 3. حالات الإيقاف نتيجة انذارين في مباراتين 7. حالات الطرد بإنذارين في نفس المباراة 5. عدد اللاعبين الذين أوقفوا في الدور الأول 15. الفريق الذي أحرز على أكبر عدد من الأهداف، يعني أحسن هجوم، هو اتحاد الفتح المغربي ب7 أهداف، بينما أحسن دفاع هو نادي الفيصلي الأردني اللي خاض هدف واحد في مجموعة المباريات. إجمالي عدد اللاعبين المسجلين لهذه البطولة ل 12 نادي المشاركة هو 328، بينما عدد اللاعبين الذين شاركوا فعلا في المباريات 226 لاعب. معدل المشاركة لكل نادي 18.8، يعني 19 اللاعب، بينما التسجيل كان حوالي 28 لاعب. وهذا دليل على أنه لما وضعنا احنا لائحة البطولة ب 23 ثم زودنا عدد اللاعبين بطلب من الفرق، نلقى أنه هناك تبذير كثير، يعني حوالي 9 لاعبين لكل نادي ما شاركوش ولو دقيقة واحدة في المباريات الماضية. ونتمنى أنه في المستقبل من باب الاقتصاد ومن باب عدم التبذير، سواء في تذاكر الطيران أو في الميزانية لإقامة الفرق في البلدان في يشاركوا، أنه نحدد عدد لاعبين ملائم لكي لا نبدر من ناحية الميزانية ولا من ناحية الوقت، ونسمح للمدربين يشتغلوا مع أعداد قليل من اللاعبين مثل ما يشتغلوا عادة في الأندية. طبعا المنشطات كانت حاضرة، وأخذنا 64 عينة في كل المباريات الماضية. لحد ساعة لا شيء يذكر، لأنه ليس لدينا أي خبر من المخبر، وإحنا أنتم على علم أنه أخذنا مخبر ذات سمعة دولية اللي هو مخبر لوزان، لأن تجري فحوصات كأس العالم والكؤوس القارية الكبيرة، ونتمنى أنه يكونوا كل العينات هذه سلبية إن شاء الله. هذا بعض الإحصائيات اللي خاصة بهذه البطولة. بصفة عامة كان التنظيم جيد، وما عدا في بعض حالات غياب الجمهور كانت المباريات في مستوى لا بأس به. ونتمنى أن الاتحاد العربي يشارك في تحضير الفرق أولا للموسم المقبل، لأن كل الأندية اللي كانت موجودة هنا استفادت من هذا التحضير ومباريات في مستوى عالي لكي تدخل البطولات المختلفة في بلدها في ظروف حسنة.